مشاهدي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. تحية لكم. وفيما يلي نشرة أخبار المساء أستهلها بأبرز العناوين. تشييد سد جديد في ملقه. افتتاح مسابقات ثقافية فنية في الإقليم الأوسط. الإريتريون في الخارج يحيون يوم الشهداء. البرلمان الإيراني يقر إغلاق مضيق هرمز بانتظار قرار أمني نهائي. عشرات القتلى بتفجير في كنيسة بدمشق والسلطات تتهم تنظيم الدولة. إسبانيا ترفض مقترح إنفاق الناتو 5% من الناتج المحلي. السلام عليكم ورحمة الله. تم افتتاح سد تم تشييده بمشاركة المواطنين ووحدات قوات الدفاع في ضاحية عنبر التابعة لمديرية ملقه يوم 22 من يونيو. وأوضح المشرف على العمل المهندس سلمون قبر مسقل إن السد تبلغ مساحة تخزينه 9.8 كيلومتر مربع وارتفاعه 12.5 متر، مما يمكنه من تخزين 120 ألف متر مكعب من المياه. وأشار مدير المديرية السيد زرعي برهي ومدير ضاحية عنبر السيد تسفى ميكائيل قبرو لأن السد سيساهم في تخفيف مشكلة مياه الشرب لدى السكان والثروة الحيوانية في قريتي عد غنطب واندقابر وإدخال الزراعة المروية المصغرة. وذكر حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حروي أن السد هو جزء من خزانات المياه المخطط إنشاؤها في المديريات المختلفة بالتعاون ما بين وزارة الزراعة وإدارة إقليم القاشبركة. وقال قادة وحدات قوات الدفاع التي ساهمت بشكل كبير في العمل إن العمل يشهد على هوية الجيش الإريتري وعلاقته الوثيقة بشعبه، مؤكدين جاهزية وحدات قوات الدفاع لخدمة الوطن والشعب. افتتحت في أرض المعارض بالإكسبو يوم 22 من يونيو المسابقات الثقافية الفنية التي تشارك فيها 16 مديرية في الإقليم الأوسط. وأوضح المدير العام لقسم الثقافة والرياضة السيد اسمرامس أجابرهان إن البرنامج الذي ينظم لأول مرة يشمل مسابقات الأدوات الموسيقية التقليدية والحديثة والمسرح والشعر والرقص. وذكر إن برنامج المسابقة سيستمر حتى 22 من يوليو، وأعدت جوائز مالية للمديريات الثلاث الفائزة. وأشارت مدير مديرية سنبل السيدة سقا إلياس إلى أهمية البرنامج لتطوير قدرات الشباب الثقافية والمهنية. وقدمت الفرقة الفنية لمديرية سنبل عروض فنية في المناسبة. أحيا المواطنون الإريتريون في سويسرا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والسويد والولايات المتحدة وروسيا الاتحادية وجنوب السودان والنمسا وفنلندا يوم الشهداء بفخر. وتعهدت الجاليات الإريترية في جنيف ولوزان وفالي وبيرن وزيورخ وكور وسنغالن وسيلوترن وبازل ولوزيرن وزوغ وشيفهاوزن وتشتينو في سويسرا وأبو ظبي والمناطق المحيطة بها في الإمارات العربية المتحدة وغوتنبرغ في السويد وأوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية وموسكو الروسية وفيينا النمساوية وأويل وواو في جنوب السودان وهلسنكي ويفاسكولا ولاهت وأولو في فنلندا. تعهدت بالتزامها بالوفاء بأمانة الشهداء ودعم أسر الشهداء وتنمية صندوق أمانة الشهداء. وبناء على ذلك تولى مواطنون مقيمون في أويل بجنوب السودان إعالة 130 أسرة شهيد وتبرعوا لذلك ب $3500، وفي أبو ظبي والمناطق المحيطة بها 5150 درهم لأسر الشهداء. وتبرع الإريتريون في فنلندا ب 2630 يورو لصندوق أمانة الشهداء. وفي سويسرا تبرع الإريتريون في كانتون جنيف ب5000 فرنك سويسري، وكانتون بيرن 4184، وكانتون شيفهاوزن 1320، وكانتون سينغالن 2920، وكانتون لوزان 3360، وكانتون لوزيرن ب5000، وزيورخ 5565، وكانتون بالي
515 وأراو ب 500 والجالية في بيلبن 1463 فرنك سويسري. بالإضافة إلى ذلك تبرع الإريتريون في كانتون بيرن ب 5040 فرنك لإعالة 7 عائلات من الشهداء، وتبرع سكان كانتون غرابوند ب 3600 فرنك لإعالة 5 عائلات من الشهداء، وتبرع الإريتريون في سنغالن ب 10800 فرنك لإعالة 15 عائلة للشهداء. وتعهد الإريتريون في مدينة الدمام ومحيطها في المملكة العربية السعودية بإعالة 11 من أسر الشهداء. أفاد مسؤول المركز الصحي في ماي مني الممرض أسمروم أسقدون تطور وتوسع الخدمات الصحية في المركز بإرسال المعدات الطبية الحديثة، وأكد على أن جهود تطوير المركز الصحي بالموارد البشرية والمعدات قد حل النقص في معدات التشخيص وفعالية وسرعة الخدمات. وقال إنه يتم حاليا تقديم خدمات تشمل رعاية سلامة الأم والطفل والعلاج بالرقاد والمراجعة والتطعيم وخدمات الولادة والمختبرات، مضيفا أن تغطية التطعيم وصلت إلى أكثر من 90%. وأشاد الممرض أسمرون بالمساهمة الشعبية لسد النواقص وبناء غرف لانتظار الحوامل وتقديم الدعم المالي. ويوجد مركز صحي واحد وعيادتان في مديرية ميمنه. تم تخريج 350 شابا وشابة تلقوا تدريبا في الإسعافات الأولية وتكنولوجيا الكمبيوتر والعلوم الاجتماعية لمدة 3 أشهر في قندع. ووضح مسؤول فرع اتحاد الشباب والطلاب بالمديرية الشاب صلاح الدين علي أن التدريب يهدف إلى تعزيز القدرات المهنية للشباب وتوسيع معرفتهم لتعزيز مشاركتهم في البرامج الأهلية والوطنية. وأضاف إن 243 شابا تخرجوا من تدريبات مماثلة في قحطيلاي وماحبار ونفاسيك. وأشار مسؤول قسم متابعة التنظيمات في فرع الاتحاد في إقليم شمال البحر الأحمر الشاب صالح نافع إلى أن التدريبات التي قدمت في الإقليم بشكل عام وفي مديرية قندع بشكل خاص تؤتي ثمارها، مناشدا الجهات المعنية للمساهمة بالدفع في هذا الشأن بشكل أوسع. وكذا مدير مديرية قندع سيد عمر يحيى إن التدريبات التي ينظمها الاتحاد تؤثر إيجابا في الحياة اليومية للشباب. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. صوت البرلمان الإيراني على مبدأ إغلاق مضيق هرمز الممر البحري الذي تنقل عبره نحو 20% من نفط وغاز العالم، فيما أعلن أن القرار النهائي مرهون بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة هجمات أمريكية التي تمت والإسرائيلية التي استهدفت منشآت نووية وعسكرية داخل إيران خلال الأيام الماضية. ويمثل مضيق هرمز شريانا حيويا لتدفقات الطاقة العالمية بما في ذلك 20% من النفط والغاز، ما يعني أن أي تعطل فيه قد يهدد استقرار الأسواق العالمية ويؤثر سلبا على أسعار الطاقة. هذا وأبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه لا مبرر للقصف الأمريكي لبلاده وأن موسكو تسعى جاهدة لمساعدة الشعب الإيراني. وقال بوتين لعراقجي في تصريحات أذيعت تلفزيونيا إن العدوان غير المبرر على إيران لا أساس له ولا مبرر له. وأكد عراقجي لبوتين أن إيران تمارس حقها المشروع في الدفاع عن النفس، وشكر روسيا على إدانتها للأفعال الأمريكية. ونقل إلى بوتين نقل إليه أطيب تمنيات الزعيم الأعلى والرئيس الإيراني. وفي آخر التطورات الميدانية قصفت إيران مساء اليوم الاثنين قاعدة العديد الأمريكية في قطر في عملية أسمتها بشائر الفتح ردا على الهجوم الأمريكي الذي استهدف المنشآت النووية الإيرانية، بينما أعلنت الدوحة أن الدفاعات الجوية اعترضت الصواريخ الإيرانية بنجاح. وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان إنه بعد العدوان الأمريكي على منشآتنا النووية وجهنا ضربة مدمرة لقاعدة العديد الأمريكية في قطر. وأفاد التلفزيون الإيراني بأن عملية بشائر الفتح استهدفت قاعدة العديد وقواعد أمريكية في العراق. ونقل موقع أكسيوس عن مصادر أمريكية أن إيران أطلقت 6 صواريخ نحو قاعدة العديد.
قتل 22 شخصا وأصيب العشرات جراء تفجير استهدف كنيسة في دمشق، في حين أشارت السلطات بأصابع الاتهام إلى تنظيم الدولة الإسلامية. وكان مصدر بوزارة الداخلية السورية قال إن التفجير أودى بحياة 19 شخصا، قبل أن تعلن وزارة الصحة ارتفاع العدد إلى 20 قتيلا وإصابة 52 آخرين، ومن ثم ارتفعت حصيلة القتلى مجددا إلى 22. في غضون ذلك قالت وكالة الأنباء السورية إن سيارات الإسعاف تنقل المصابين والضحايا من المكان، وأضافت أن قوى الأمن الداخلي تنتشر في المنطقة لتأمينها. وندد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيترسون بالهجوم الإرهابي على كنيسة في دمشق، ووصفه بأنه جريمة بشعة، مطالبا السلطات بإجراء تحقيق شامل. رفضت إسبانيا مقترح حلف الناتو بإنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الاحتياجات الدفاعية المقرر الإعلان عنه الأسبوع المقبل، واصفة إياه بأنه غير معقول. وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في رسالة إن إسبانيا لا يمكنها الالتزام بهدف إنفاق محدد من حيث الناتج المحلي الإجمالي في قمة الناتو الأسبوع المقبل في لاهاي، ويجب أن يحظى أي اتفاق على اعتماد مبدأ توجيهي جديد للإنفاق بإجماع جميع الدول الأعضاء في الناتو البالغ عددها 32 دولة. وقال مسؤول في حلف الناتو إن المناقشات بين الحلفاء مستمرة حول خطة جديدة للإنفاق الدفاعي. تكافح فرق الإطفاء اليونانية حرائق ضخمة في جزيرة خيوسا شرقي اليونان قبالة السواحل الشرقية لتركيا. وقالت السلطات المحلية إنه تم نشر 11 طائرة ومروحية إطفاء لاحتواء الحريق. وذكرت محطة الإذاعة اليونانية العامة إنه تم إخلاء 16 قرية بسبب الدخان الكثيف. وقالت فرقة الإطفاء أن وحدات من مناطق أخرى من البلاد هرعت إلى خيوس لمكافحة النيران التي تؤججها الرياح القوية. وتشتبه السلطات في أن الحريق كان متعمدا. وذكرت الإذاعة اليونانية العامة أن خبراء من فرقة الإطفاء والشرطة يحققون في تقارير تفيد باندلاع حرائق في 3 مواقع في خيوس في غضون دقائق قليلة. ختاما سادتي لنشرة الأخبار، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. تشييد سد جديد في ملقه. انطلاق مسابقات ثقافية فنية في الإقليم الأوسط. الإريتريون في الخارج يحيون يوم الشهداء. البرلمان الإيراني يقر إغلاق مضيق هرمز بانتظار قرار أمني نهائي. عشرات القتلى بتفجير في كنيسة بدمشق والسلطات تتهم تنظيم الدولة. إسبانيا ترفض مقترح إنفاق الناتو 5% من الناتج المحلي. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.